تفتكر مين اكبر موزع لعب اطفال في الكوكب؟ ديزني، تويز ار اس؟ غلط، ماكدونالدز. مطعم البرجر هو الامبراطور رقم واحد لبيع الالعاب في العالم، والسر بدأ بمشكلة مرعبة كانت هتخسرهم ملايين العائلات. في السبعينيات ماكدونالدز لقت مبيعاتها بتنهار، لأن خروجة العيلة نهاية كل أسبوع للمطعم كانت بتتحول لنكد. الأهل عاوزين ياكلوا في هدوء، والأطفال بيزهقوا من قعدة الترابيزة وبيعملوا دوشة تطفش باقي الزباين، وما كانش لسه في كيدز اريا. في وسط الأزمة دي ظهرت ست عبقرية في فرع جواتيمالا اسمها يولاندا فرنانديز. طلعت بفكرة بره الصندوق. قالت لهم احنا بنفكر غلط، المشكله مش في الاكل، المشكله ان الطفل بيزهق، فاحنا هنعمل له وجبه صغيره على قد حجمه ومعاها لعبه تخليه هو اللي يزن على اهله علشان يجوا المطعم. ماكدونالدز اخترعت الهابي ميل، علبه كرتون الوانها تخطف العين وجواها لعبه رخيصه جدا ومربوطه بافلام الكرتون اللي مكسره الدنيا. هنا حصلت الصدمه للمنافسين. ماكدونالدز احتلت عقول الاطفال تماما. الطفل ما بقاش يطلب اكل، بقى يضغط على اهله علشان عاوز اللعبه. والاهل اللي كانوا بيهربوا من دوشه المطعم بقوا يروحوا مجبرين ويدفعوا ثمن وجباتهم ووجبات عيالهم عشان حته بلاستيك. بالحركه دي اللعبه اللي بتتكلف قروش بقت بتجيب لماك مليارات من ورا مبيعات الوجبات دي كلها. الموضوع ما وقفش هنا، الحركه دي حرفيا غيرت سلوك جيل كامل. الاطفال اللي ارتبطوا بماك عشان اللعبه كبروا وبقوا هم الاب والام اللي بيجروا ولادهم لنفس المطعم عشان يعيشوا نفس السعاده. ولاء اعمى البراند اتزرع فيهم وهم عندهم 5 سنين. الدرس هنا انك لما بتكسب ولاء الطفل وهو عنده 5 سنين، انت مش بس بتسيطر على صانع القرار اللحظي اللي بيزن ويخلي ابوه يفتح المحفظه النهارده، لا، انت بتصنع صانع قرار للمستقبل هينقل نفس السلوك لعياله ويفتح محفظته ليهم بعد 25 سنه.